احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على المعاملة الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري باريس، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الخارجية. وجاء في البيان: تسجل الجزائر بانشغال عميق الإفادات المتطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي. وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات استدعى شايب كاتب الدولة لدى الخارجية السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على مثل هذه التصرفات غير المقبولة البتة. كما أكد رفض الجزائر القاطع لأي مساس مهما كان نوعه أو شكله بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم. يعني في الجملة الأخيرة هنالك تأكيد على أو شكوك جزائرية على أن الطرف الفرنسي يحاول استخدام المواطنين كعقاب أو كأداة لابتزاز واستفزاز الطرف الجزائري في ظل الأزمة المعروفة بين الجزائر وباريس خلال هذه الفترة الراهنة. وقد طلب كاتب الدولة حسب البيان دائما من السفير إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد وبشكل عاجل لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول والأخير.